بابا قالك ايه؟ ماما بتأكلك ولا مجوعاك؟ واحدة من أكتر الرسائل اللي بتجيلي الفترة اللي فاتت إزاي أساعد ولادي يتخطوا أزمة الطلاق. كتير بنشوف في الورش التدريبية مع الأطفال طفل عنده عدوانية، عصبية، أو أحياناً كمان انطوائية أو سلوكيات غريبة، ولما بندور ورا الأسباب لأننا مش بنتعامل مع السلوك الظاهر وبس، بنكتشف في معظم الأوقات إما إن الطفل ده باباه ومامته منفصلين أو في خلافات وتوتر مستمر. فاللي احنا شايفينه سلوك ده هو في الحقيقة رد فعل للأحداث اللي هو مر بيها. الطفل مش بيتأذي نفسيا من الطلاق بس، الطفل بيتأذي من المشاحنات والتوتر اللي بيتعرض لها أثناء وبعد الطلاق. طيب المفروض نعمل إيه؟ وهل فعلا في حاجات ممكن نعملها تساعد ولادنا إنهم يعدوا المرحلة دي بأقل خسائر ويوصلوا للاتزان النفسي؟ أول حاجة وأهم حاجة، ساعديه إنه يعبر عن مشاعره وتقبليها بدل ما ترفضيها. معظم الأطفال ما عندهمش مهارة إنهم يفهموا هم حاسين بإيه وليه، فبتطلع المشاعر دي في صورة سلوكيات غلط وهو في الحقيقة حاسس بغضب، توتر، خوف، حزن. اسمعيه، ساعديه إنه يعبر عن مشاعره، سمي مشاعره. ممكن تساعديه بطرق غير مباشرة كتيرة جدا، زي مثلا بطاقات المشاعر، إن هو يتعرف على كل شعور وإمتى بيحس بيه بالظبط، أو ممكن بالرسم مثلا إنه يرسم مشاعره، أو بالقصص والحكايات. ممكن كمان تمسكوا عروسة انتي وهو وتفضلوا تتكلموا وتعملوا حوار مع بعض، لكن نبعد عن إننا نقوله اوعى تخاف، اوعى تعيط، انتي ليه زعلانة، اوعي تكوني زعلانة، فيكبت مشاعره وتأثر عليه. تاني حاجة، طمنيه باستمرار بجمل مهم يسمعها: احنا الاتنين بنحبك، انا هفضل جنبك مهما حصل. تالت نقطة مهمة جدا، ما تخلوش الطفل وسيط بينكم ونفضل بقى نبعته مرسال رايح جاي يطلب الطلبات من الطرف التاني فيرفض مثلا، فيحس بالحيرة والإحباط والحزن، إلا نفضل نحقق معاه ونسأله أسئلة ملهاش آخر. بابا قالك إيه؟ ماما بتأكلك ولا مجوعاك؟ هو بابا جابلك حاجة؟ مين اللي بيجي عندكم في البيت؟ رابع حاجة زي ما قلنا قبل كده، ندعم علاقة الطفل بالطرف التاني من غير ضغط ولا تشويه. نحاول نحافظ على روتين ثابت للطفل لأن ده بيديله شعور بالأمان، فلو كان متعود على نظام معين لليوم نحاول نستمر عليه. عارفة إنك موجوعة وحاسة بيكي جدا، لكن طول ما الطفل بيفضل شايف وحاسس بوجع أمه بيفضل حاسس بعدم الأمان. علشان كده في الفيديو اللي جاي بإذن الله هنتكلم عن الطرق اللي تساعد الأم نفسها إنها تتخطى المرحلة دي بسلام وترجع تقدر تعيش حياتها الطبيعية. ولو حسيتي إنك بتواجهي مشاكل مع ابنك أو بنتك ومحتاجة تستشيري حد متخصص، ابعتلنا رسالة على واتساب دلوقتي واحجزي استشارتك الفردية.